ندوزو دابا لواحد الخبر واللي نقلاتو الصحافه المغربيه. الخبر تيقول باللي المفتشيه العامه لوزاره الداخليه قررت تفتح تحقيقات في شبهات ديال الفساد في الصفقات العموميه والتقنيه. والخبر المنشور تيقول باللي هاد التحقيقات غادي تشمل 40 عماله وولايه. هاد الشيء تيعني باللي الهضره اللي كنا كنتكلموا عليها في هاد القناه باللي راه الفساد مستشري في وزاره الداخليه، هاد الهضره صحيحه. والاكثر من هاد الشيء كانوا كيوصلونا عده رسائل على وزاره الداخليه فيها عيوب كثيره بزاف، ولكن في هاد الفيديو خليونا نوقفوا على هذا الرقم ديال 40 ولايه وعماله فيها الشبهات، حيت هذا راه رقم كبير بزاف. هل احنا بالسلامه في هذه البلاد السعيده شحال عندنا من ولايه وعماله؟ الجواب تيقول باللي عندنا 75 عماله. هذا الشيء تيعني باللي اكثر من النص ديال العمالات في هذه البلاد السعيده كله فيه الشبهات. نزيدوا غير شويه ونوليو نقولوا كل شيء. والاخبار اللي خرجت في الصحافه كتكلم على تمرير صفقات ضخمه، المقاولات محسوبه على موظفين نافذين، وكتقول هذه الاخبار ان الوزاره براسها حرصات باش تطلب توضيحات من عند العمالات. دابا هذا الشيء غير اللي باين وما خفي اعظم، ولكن هنا لابد من طرح الاسئله. اولا كنشكروا وزاره الداخليه، ولكن غادي ندوزو عند واحد جوج ديال المؤسسات نناقشوهم في هذا المستوى. اولا هو المؤسسه ديال المجلس الاعلى للحسابات، والسؤال المطروح شنو هو الدور ديالو في هذا الشيء؟ المجلس الاعلى للحسابات كنعرفوه كيراقب الماليه العموميه. واش دابا هاد الهضره اللي قالتها الصحافه المغربيه ديال تمرير صفقات المقاولات محسوبه على موظفين نافذين، هذا الشيء ما كيقيش الماليه العموميه؟ علاه العماله منين كتجيب الفلوس؟ ولا الجماعات؟ هذا الدليل قدامكم. القياد دي عندنا حنا اللي مشاو بحالهم دابا دايرين فورتون في المغرب في موزار، عندهم الاراضي اللي عندهم، الاملاك اللي عندهم، البني اللي كيبنيو موزار بيان سور. يلا دابا قولوا لي هاد الاراضي والصفقات اللي كدوز ماشي ماليه عموميه؟ يلا شي واحد يجاوبني. العماله الفلوس اللي كتدخل لها واش ماشي ماليه عموميه؟ وهنا غادي نفتحوا واحد القوس، كاينين عمال وكاينين قياد وكاينين بشوات اللي الله يعمرها دار، هما اللي موقفين البلاد. هنا في هاد القناه ما كنعموش. عندنا واحد السؤال للمجلس الاعلى للحسابات واللي ما عمرنا ما شفناه جبد شي عامل في شي تقرير. علاه العامل ما عندوش الماليه العموميه؟ راه حتى هو تيصرف. على زعما كاع هاد العمال في هاد البلاد السعيده كلهم مزيانين، حتى واحد ما فاسد؟ دائما كنسمعوا المجلس الاعلى للحسابات كيمشي غير رؤساء الجماعات والبرلمانيين، ما عمرنا سمعناه جبد شي عامل. زائد سؤال اخر موجه للمجلس الاعلى للحسابات، انت ملي كتسمع واحد السيد اللي هو رئيس جماعه تيقول لك باللي راه العمال داروا الاراضي وقياد وبشوات عندهم ثروات خياليه، قال لك باش نسني على واحد الكونترا ديال واحد مارشي نيغوسي ديال شركه ديال الازبال، معليش الحق نسني بيني وبين الشركه، خصنا تكون واحد المراسلات بيني وبين السلطه العاليه ديال الاقليم، وهما يوافقوا لي. عارف هما قال لي لا سني معاهم. انا ما كنفهمش هاد الناس اللي حاطهم سيدنا وطايق فيهم سيدنا، علاش يديروا معايا انا راجل عجيب في السياسه، باغي المعقول، باغي نخدم المعقول، علاش يديروا معايا هاد الكوالب هادو؟ هنا السؤال المطروح. دابا انت المجلس الاعلى للحسابات بخصوص هذا الخبر اللي تكلمنا عليه ديال 40 عماله فيها الفساد، واش ما خصكش دابا تهبط القضات ديالك وتفتش وتبحث؟ علاش حنا غادي نتسناو وزاره الداخليه؟ ياك المجلس الاعلى للحسابات مؤسسه مستقله على وزاره الداخليه، انت بالغ الى علمك الماليه العموميه تقاست، سيروا ديروا التقرير ديالكم، علاش نتسناو الفتيت يدخل على الخط؟ السؤال الثاني، النيابه العامه فينا هي من هذا الشيء، من هذه الاخبار اللي كدور؟ حنا كنعرفوا باللي النيابه العامه كتحرك بوشايه. حنا ملي يجي عندنا رئيس جماعي يقول لنا باللي القياد داروا الثروات، انت بانت اليوم القياد دي عندنا حنا اللي مشاو بحالهم دابا دايرين فورتون في المغرب في الموزه. وملي تخرج الصحافه المغربيه تقول لنا باللي راه 40 عماله فيها صفقات مشبوهه، اذا هنا كاين استغلال النفوذ، كاين رشوه، وهادو ماشي جرائم. النيابه العامه شنو كدير؟ كتحمي المجتمع من الجريمه، هذه هي الوظيفه ديالها. اذا الداخليه ساقط الخبار والصحافه المغربيه ساقط الخبار والنيابه العامه ما ساقطش الخبار، كلشي سايق الخبار الا المجلس الاعلى للحسابات والنيابه العامه. كيف من النيابه العامه كتفتح تحقيق على تدوينه في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصها تفتح تحقيق على هذا الشيء اللي تنسمعوا في الصحافه المغربيه، على شنو اللي خطر، واش تدوينه ولا خبر على المال العام، وفوقاش هذا الشيء كيوقع في الوقيته اللي عندنا فيها واحد الخطاب ملكي كيتكلم على اين الثروه. أتساءل باستغراب مع المغاربة أين هي هذه الثروة؟ والمالك كيتكلم على الاستثمار، ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق التي تفتحها هذه التحولات، لا سيما في مجال جلب الاستثمارات. زائد هذا الشيء كيوقع في الوقيته اللي عندنا فيها فشل مشروع تنموي جديد. علاش فشل بسبب هذا الشيء اللي كنسمعوا. الجواب على هذا الشيء خاصو يكون بالمؤسسات ديال الخدمه ديالها، لانه راه من غير المعقول اخوتي المغاربه نسمعوا وزاره الداخليه فتحات واحد التحقيق والمؤسسات الاخرى جالسه كتفرج، اذا ما محلها من الاعراب في هذا الشيء اللي تنسمعوا. ودابا ندوزوا لواحد الخبر اللي حتى هو عنده علاقه بهذا الموضوع. الخبر تيقول بان وزاره الداخليه وعبر ممثليها في عدد من العمالات والاقاليم اشرت على قرارات بتوقيف منتخبين عن مزاوله مهامهم الانتدابيه بعد ان صدرت في